نازحاً من بنت جبيل الحدودية، أتى الشاب علي سعد إلى صور وظروف العيش تضيق أمامه، وهو رب عائلة صغيرة مؤلفة من زوجة وطفلين. بدأ بعربة صغيرة يبيع عليها الفول والترمس مكافحاً لتأمين قوت عياله، وكان حلمه أن يطور ولو قليلاً في عمله. وبعدما ادخر القليل اشترى توك توك وجعل منه عربة متحركة يبيع عليها منتوجاته متنقلاً بين صور وحنواي. رغم ألم النزوح وصعوبته لا تفارق الابتسامة وجه علي، وهو يستقبلك مرحبا ومحدثا. أنا كان عندي عربية اللي بيدفشوها دفش، اشتغلت عليها 3 سنين وما يأست، ضليتني مكفي لجبت هيدا التوك توك. وهيدا التوك توك يعني كان كل حلمي. أنا عندي فول وذرة وترمس وجزر، عندي شمندر، كل شيء بيحتاجه الطفل والكبير. أهلا وسهلا فيكم، بتشرفونا. أنا عندي ولدين، تهجرت من بنت جبال وما يأست وما مدت إيدي لحدا، فضليتني أشتغل وأسعى وأتعب عشان ما أحتاج حدا. ورسالتي لكل شاب بهيدا العمر ما ييأس، ينزل شو ما كان يشتغل علشان ما يقعد بالبيت ويحتاج حدا. وكل شاب قادر يشتغل لأن احنا بوقت كتير كتير صعب وظروف كتير صعبة. ما حدا ييأس، وحطوا عينكم عين رب العالمين واشتغلوا. يعني عندي الأسعار حسب الزبون المتواضع الخفيف، لأنه عندي الصحن الصغير ب100، عندي الوسط ب200، عندي الكبير ب300، وعندي الصحن المشكل فول وذرة وبيطلع جزر وحامض ب300,000. وأنا بتشكر كل إنسان دعمني ووقف حدي، وحضوركم بشرفنا وبكبر فيكم وبقوى فيكم.